بكاء مشجع أهلاوي في مباراة الأهلي وبيراميدز امبارح في لقطة مصورة داخل استاد الدفاع الجوي. اللقطة دي ما كانتش لقطة مشجع لوحده. لما تيجي ترجع للقطة وتخش جواك وتخش جوا ناس كتير، منهم اللي قدر يكتم مشاعره وما بكاش بشكل واضح، ومنهم اللي بكى داخليا، لأن الوضع وصل لمرحلة مفيش حد كان يتخيلها. بكاء المشجع ده هي لقطة ممكن ناخد منها حاجات كتير. هي لقطة ملهمة لموسم الأهلي الصعب جدا والمرحلة اللي وصل ليها النادي الأهلي. هل دي نهاية المطاف؟ أكيد مش نهاية المطاف، ولكن هي الفكرة وبكاء الناس وحزن الناس الشديد ان انت مش بتخسر كورة وبس، انت بتخسر كورة وبتخسر كمان شخصيتك وبتخسر هويتك، والنادي الاهلي اللي نعرفه كلنا ما بقاش موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناة المدرج الاهلاوي مع وائل الامام. ماتش امبارح هو ماتش معبر جدا لأي أهلاوي يقدر يشوف نهاية الموسم السيء الكارثي وهو قدام عينه بتتحضر في أسوأ مشهد، في نهاية مستحقة لهؤلاء اللاعبين والإدارة الفريدة اللي عملت كل شيء عشان توصلك للمرحلة بتاعت امبارح. اوعى تفتكر ان الناس مش واخدة بالها ولا مش شايفة ولا ما كانتش متوقعة. الناس كانت بتكذب نفسها. كنا نرجع ونقول هو احنا ممكن نرجع الموسم؟ طب هوية الاهلي اكيد احنا دايما عندنا تاريخ. ارجع لتاريخك، بص شوف الاهلي في سنة كذا عمل كذا ولعب بالناشئين، وفي سنة كان متأخر ب 15 16 نقطة ورجع للدوري، وفي سنة معرفش جه في اخر لحظة والاهلي بلس 90 والاهلي. كل اللقطات الجميلة وكل المشاهد التاريخية للنادي الاهلي كانت مبنية على حاجة هي مش موجودة عندك خالص السنة دي. مبنية ان انت كنت بتعمل الصح في اغلب الاوقات، وعشان كنت بتعمل الصح كان ربنا دايما بيكرمك. السنة دي انت بتعمل كل حاجة غلط، ما عالجتش القصور ولا الفساد اللي موجود في ملف كرة القدم حتى الآن. فطبيعي بما انك شغال بنفس الاستراتيجية وبنفس الشكل وبنفس اللعيبة وبنفس المدرب وبنفس الهيكل، ان انت تنهي الموسم بنفس المنظر المتوقع والشكل اللي احنا شفناه امبارح. على فكرة هي نهاية مستحقة. ممكن كنت تشوف المشهد ده بشكل واضح. تخيل بيراميدز بيراميدز جمهور الاهلي امبارح بيسقف له بعد هدف ضربة الجزاء والهدف الثالث. تخيل جمهور الاهلي في المدرج اللي ادى درس للادارة بشكل واضح جدا وللعيبة من داخل الاستاد الدفاع الجوي. امبارح كان بيسقف للعيبه بيراميدز بعد الهدف الثالث. بيراميدز النادي اللي ممكن نطيق الزمالك ولطيقه، جمهور الاهلي كان بيشجعه امبارح من كتر الحرقه والعصبيه والضغط والحاله النفسيه السيئه اللي وصلته لها الناس. انت متخيل يا حبيبي؟ متخيلين الوضع؟ متخيلين المنظر؟ في ناس بتحاول تهون عليك يعني المشهد وتهون عليك اللقطة وتهون عليك الحدث، بس صدقوني شرخ كبير جدا مع اي واحد اهلاوي بتكلمه في الشارع، حبيبك اخوك صاحبك زميلك زميلتك، بتكلمهم وانت شايف ان الناس بتبكي لغاية دلوقتي من بعد مباراة بيراميدز امبارح. بيراميدز ياخدك رايح جاي بخماسية بلا رد، 5-0، 2 الدور الاول و3 الدور الثاني. الزمالك اللي هو مش في افضل حالاته، اللي هو خلينا نقول السيء واللي عنده مشاكل فنية كبيرة وواضحة، يقدر امبارح انه يقرب من حسم الدوري، بس علشان هو الزمالك اداك فرصة تالتة ورابعة وخمسة عشان ترجع. كل مرة بتاخد الفرصة كنا بنقول طب نعملها المرة دي، ما تعملهاش، تيجي لك الفرصة تاني. اكيد بقى احنا اتعلمنا من الفرصة اللي فاتت اللي ما استغلناهاش، فتسيبها وتفرط فيها. وطول الموسم بالشكل ده بتفرط في فرص. يقولك الاهلي لما يركب محدش بيعرف يلحقه. ركبت ولحقوك وعدوك ونزلوك كمان، ولما جالك الفرصة اكتر من مرة عشان تركب ما قدرتش تركب لانك كل حاجة غلط. فبما ان كل حاجة غلط فما تستناش النجاح او تستنى اي حاجة ممكن تبقى كويسة في الموضوع او تحصل. بيراميدز اللي ادانا 5-0 في موسم
كارثي ممدوح عيد امبارح قاعد بيرقص في المقصورة قدام مجلس إدارة الأهلي، اللي كان موجود فيه ياسين منصور، واللي كان موجود فيه سيد عبد الحفيظ، واللي قاعدين وكانوا منتظرين نهاية مختلفة، ولكن النهاية الطبيعية حصلت. النهاية الفريق ما بيتمرنش، ايوه ما بيتمرنش، فريق مقضيها اجازات مع مدير فني جايبينه من مجاري الدنمارك علشان يمسك النادي الاهلي. مدير فني همه بعد المباراة انه انا مش همشي، اللي عاوز يمشيني يمشيني. تخيل في مشهد كارثي زي ده يطلع هذا البارد في مؤتمر صحفي عشان يستفز الملايين من جمهور الاهلي ويقول لهم ادوني فلوسي وانا امشي. ده معنى الحوار. لان لما يقول لك لو في قرار مش هيكون مني، يعني من الاخر مشيني واديني فلوسي. تخيل حقه، والله حقه، ما هو اللي جابه ومضى معاه العقد وعمل الشرط الجزائي وما كانش متعلم او ما اتعلمش من العقود السابقة الكارثية برضو ايضا اللي عملها هو مش هتكون فيها حاجة مختلفة. تخيل كل مرة ما نتعلمش، ده معناه ايه؟ معناه ان انت وصلت لمرحلة من الفشل، ان انت مخك وقف وما بقيتش تتعلم. احنا في كارثة، في كارثة علشان هويتنا بنفقدها، هويتنا واضحة جدا بنفقدها. مش ده النادي الاهلي. حصل لنا ازمات كتير جدا خلال سنين فاتت، وكان الفريق مش في افضل حالاته. مش في زمن قريب، من زمن بعيد، بس ما كانش عندك مصاريف بالشكل ده، ولا كان عندك سكواد المفروض ان انت جايبه برقم محترم، وجايب لعيبه المفروض انها سوبر ستار علشان يقدموا لك انهم حتى المركز الثالث في خطر. المركز الاول والثاني عزيزي صديقي حبيبي الاهلاوي انتهى، اوعى تفكر فيه. تخيل طموحك بدل ما كان دوري تحول للمركز الثاني اللي انت فقدته وما بقتش طايله اصلا، لان الفارق النقاط اللي موجود على عدد المباريات المتبقية لا يسمح بصراحة الا بحدوث معجزة الهية لن تحدث في زمن اختفت فيه المعجزات. 3 ماتشات فاضلة، فرق 6 نقاط على الزمالك، انساه، شكرا للزمالك بطل الدوري بنسبة 99%. بيراميدز فارق عنك ب3 نقاط، فاضل له 3 ماتشات، حتى لو خسر ماتش واخدك رايح جاي المواجهات المباشرة، فانت منتظر ان بيراميدز يخسر او يفقد ماتشين، تعادلين او حاجة بالثلاثة، وده هيكون صعب جدا 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 في ظل حالة الاستنفار اللي عملها بيراميدز امبارح، اللي كل مرة يرجع على دماغك. بداية السنة كان ماشيين، كانوا بيقولوا لو الاهلي كسب بيراميدز في الدور الاول ان يوروتيتش هيقولوا له شكرا مع السلامة. ما حصلش، دوك 2-0 وقعد وركب واديته طاقة، وبرضه بعد ما كان مهدد انه يمشي بترجعه تاني وبثلاثية مريرة مؤلمة، في ظل ان انت محتاج ان انت كنت تكسب عشان الزمالك اللي اداك الفرصة قاعد ومآمن ان انت ممكن ترجع، وانت ما عندكش حتى ايمان ان انت تقدر تفوز في ماتش واحد قبل ماتش الزمالك اللي ممكن نخسره برضه. ما انت خسرت من كل حد، ليه ما تخسرش من الزمالك؟ خسرت من الجيش، وخسرت من الترجي رايح جاي اللي طلع من صن داونز بلا هدف، وخسرت من بيراميدز امبارح، وتعادلت مع 90%. معدل فوز يسترب الفاشل المنتهي اللي جابوه عشان يمرن اكبر نادي في افريقيا ومن افضل اندية العالم. تخيل معدل فوزه اقل من 50% في جميع مبارياته، تقريبا 47%. ده مدرب تنتظر منه شيء؟ دي لعيبة تنتظر منها حاجة؟ حبيبي انت رايح في 60 داهية. ده اللي اقدر اقوله لك. طيب نيجي على نقطة مهمة قوي، هو اللعيبة وخصوصا زيزو، امام، بن شرقي، واخرون انتوا كلكم عارفينهم. عايزين باك يمين بدل الكابتن محمد هاني، عاوزين باك شمال، عاوزين مدافع على الاقل، وعاوزين حارس مرمى لان مصطفى شوبير كمان دخل في الخية، وعاوزين مهاجم، وعاوزين وينج. ده احنا محتاجين فريق والله محتاجين فريق، لان انت محتاج من وجهة نظري ان زيزو، امام عاشور، بن شرقي يمشي،
لازم الناس دي تمشي لانهم لا هيدوك وموقعين لك الفريق وما بيفكروش غير في الفلوس، وقصتهم بره الكورة. انت ممكن تشتري لاعب يبقى عاوز فلوس، وعادي كله عاوز فلوس، بس يكون عاوز النادي الاهلي برضه، حابب انه يبقى موجود في النادي الاهلي. كل النوعيات اللعيبة اللي بكلمك عنها على امثلة امام وزيزو وبن شرقي ما بيفكروش في النادي الاهلي، ما بيفكرش في الفانيلا، ما بيفكرش في العالم اللي ورايا ده، ما بيفكرش في الحاجات دي، ما بيفكرش في الجمهور اللي بيعيط في المدرجات، ما بيفكرش في حاجة. كل اللي همه فلوس، اديلي فلوس ومش هلعب حتى ولا هديك. فريق الاجازات والتفخيد والراحة خد النهاية المأساوية اللي يستاهلها، واحنا ما كناش نستاهل كده والله. بس اللي نستاهل كده لان احنا صدقنا انهم نوعية اللعيبة دي ترجع. امام عاشور امبارح بعد ما زيزو جاب الهدف وهو بيتمشى ورايح على خط السنتر، سوري بعد تريزيجيه ما جاب الهدف ورايح يتمشى ورايح على خط السنتر، اتفرج على خطوته وعيد الهدف وقول لي دي لقطة لاعب عنده حماس انه يجيب التاني قبل ما يتلغي الهدف؟ مستحيل. اتفرج على الكابتن زيزو وهو رايح انفراد صريح بالمرمى وجسمه مهيأ انه يعمل ببطن رجله في البعيدة او في الضيقة او بوش رجله او سن الجزمة، وهو بيعرض للولا حاجة اللي كل ماتش تقريبا بالمناسبة بيعملها. هو ده اللي بيقدمه زيزو داخل أرضية الملعب. بن شرقي المتهالك بدنيا وفنيا في أغلب أوقات الموسم ده والموسم اللي فات، واللي جاي مخلص ومشطب كورة، برضه مش هيكون قلبه عليك. الناس دي لازم تمشي، لازم يتم بيعها وعرضها للبيع، او جيب لها عروض وقولوا لهم شكرا على الوقت اللي قضيتوه معانا، ساعدتوا في تغيير هوية الاهلي بايدينا ساعدنا على الكلام ده. اللي جاي ممكن يبقى احسن بس انت عاوز تغير حاجات كتير. انت عاوز مدافعين مبدئيا، اول عاوز حارس مرمى، خلينا نبدا من تحت. عاوز حارس مرمى بشكل مؤكد، عاوز حارس مرمى. اصبر بقى على نصيحة، هات حارس مرمى الجونة المتألق واصبر عليه، سيبه بقى خلاص، عنده التكوين الجسماني وعنده الموهبة وان شاء الله بالوقت هيجي، بس اصبر عليه ويبقى واضح ان في بلان للفريق. محتاج مدافع محترم للنادي الاهلي. امبارح ياسر ابراهيم بينزل براسه وخرج من الملعب، ومش عاوز اتهمه بالهروب لان خروجته حتى واضح انه هربان من الماتش، نزل بدماغه. وفيستون مايلي اللي ما عملش حاجه طول السنه وما عملش حاجه حتى في مباراه الزمالك اللي فاتت، كان عمال يجرهم وراه، يجرهم جر حرفيا ومش قادرين يمسكوه. خط وسط حامد حمدان اللي انت فرطت فيه، اللي كان عاوزك وكان متنازل عن بعض مستحقاته الماليه عشان كان عاوز العلم ده، وبرضه عاوز فلوس. فدي نوعيه كانت لعيبه ان انت تجيبها تساعدك، وعشان دي نوعيه اللعيبه اللي ينفع تساعد النادي الاهلي ما جبتهاش. ما هو احنا دايما كده، نسيب اللي ينفع ويجي لك وينفع يلبس الفانيلا الحمراء، وتجيب الكسر او اللي مشطب او اللي جاي يقبض. محتاج باك شمال، لان بالعمري حتى الان ممكن يكون باك كويس بس حتى الان لم يظهر بالشكل المطلوب، ولو اتصاب او حصل له حاجه، او انت شفت المنظر امبارح. الباك اليمين محمد هاني اللي بقاله سنين ضوئية موجود في النادي الأهلي، اللي ما بيعملش أسيستات أو بيعملها كل سنة مرة، أو إمكانياته الهجومية أو حتى كمان الدفاعية على قده خالص. محتاجين باك يمين ينزل يفرك وسريع ويجري في الملعب. محتاجين وينجات، لأن لو حللت وينجات الأهلي بشكل منطقي هتلاقي إن أنت ما عندكش غير تريزيجيه فقط، وهو معدي ال30، والله أعلم مستواه السنة الجاية هيبقى عامل إزاي. فانت ما عندكش ولا وينج تاني يقدر يفيدك في النادي الاهلي. لا زيزو بيفيدك، لا طاهر بيفيدك، لا اي حد. الشحات خلاص 34 سنة، انت محتاج وينج تاني يا باشا، محتاج وينج تاني اساسي واحتياطي. رجع ولاد النادي، رجع اللعيبة اللي انت مشيتهم، رجع محمد عبد الله وادي فرصة لسيد معوض، واشتري وينج كبير وخلي دول ذخيرة ينزلوا من الدكة مع الوقت ييجوا. هات قباقة في نص الملعب عشان يساعدك ويديك في الوقت الفترة اللي جاية ويبدأ يدوس معاك. محتاج حاجات كتير جدا الفترة الجاية. ملف الراس الحربة حلوة كده، نضحك ونسكت، لأن والله العظيم أنا حاسس إن في تآمر على إن النادي الأهلي ما يبقاش عنده راس حربة. 6-7 سنين ما جاتش إلا لو سامع أبو علي اللي قعد معاك فترة قليلة ومشي. 7-8 سنين بتحاول تجيب راس حربة مش عارف.
ده ايه ده انا لو مش فاشل، ده انا لو منتهي، لو ما عنديش فكرة هغلط مرة واجيب واحد جنب واحد كده يعني. يا نهار ابيض، هو في كده؟ انا عمري ما شفت كده. التصليح ده التصليح الفني، لسه بقى التصليح الاداري. التصليح الاداري اللي الكوره بقت علم فيه، فالناس دي لازم تبعد. الناس دي لازم تبعد وتجيب واحد بس، واحد يدير ملف الكرة في النادي من بره عادي جدا. خليك انت المسؤول عن هوية النادي، خليك انت المسؤول عن الاداريات في النادي، مش لازم تفضل طول عمرك نجم. وهنا مش كلامي للكابتن الخطيب فقط، لان الكابتن الخطيب ما حتى مهما حصل هو رمز وقيمه وقامه ولازم نحترمها. لكن انا مش كلامي على الكابتن الخطيب فقط، انا كلامي على كل مجلس الاداره، بما فيهم من نجوم كره وبما فيهم من ناس عاديين. مش لازم تبقوا كلكم نجوم، ومش لازم تفضلوا طول عمركم نجوم. سبت الكوره او دخلت الكوره ودخلت مجلس الاداره فلازم تكمل نجم. اعمل الحاجات الاداريه اللي تساعد الناس اللي عندها العلم وتعرف تشتغل في الملف ده. أرجوكم كفاية عبث، أرجوكم هوية الأهلي بتختفي، أرجوكم أنت ممكن تروح في سكة صعب جدا ترجع منها لو ملحقتش. فعندك الإمكانيات، نعتمد على ان الموسم الجاي موسم انتقالي ونجيب مدرب مصري بشخصية قوية يعد او يعيد بناء هذا الفريق، تمام، وتساعدوه بكل قوة وابعدوا عن الأضواء. كفاية، خليكم خارج دائرة الضوء، عشان النادي الأهلي محتاج بجد اللي خايف بقلبه عليه ومصلحة النادي يعليها، مش الأهلي فوق الجميع ولا إيه؟ لايك وسبسكرايب إذا عجبتك الحلقة، ونشكر جدا لوجودكم معانا. سلام.